منورنا استاذ عبد الكريم ابو حسن حبيبي. هلا والله بسارة، يلا حيه. نورتنا في برنامج ساعة رياضية حبيبي. نورك يا حبيبي، نورك. عساك مرتاح، شوفك تعبان كذا. الحمد لله، لا طبيعي والله. كيف حالك؟ بعد ساعة ونص. نخلص. مستعد. طيب كيف حالك حبيبي ابو حسن؟ الحمد لله بخير. والله اليوم حنا مستضيفين ابو حسن، نبغى نعرف يا ابو حسن السيرة الذاتية، بدايتك الرياضية في حواري الدمام، فيعني شيء بسيط كذا عشان نبدا في المهم. والله حواريك زمان يا ابو سارة، حواري خلاص لعبنا بالحواري لما قلنا بس. طبعا انتظمت لأحد الأندية عشان ما نبغى نقول الميول. لعبت في نادي الاتفاق ناشئين من الاشبال. من الأشبال. ما كان في ناشئين، كانت أشبال. اي من الاشبال، من جمال رويشد ها؟ ابو خالد. يشوفك الحين من 1405. ما شاء الله. اوه الجيل الذهبي انت. اي الجيل الذهبي ما يحتاج، ايام لا تنسى. الله لعبت تقريبا 5 سنوات تقريبا. ما شاء الله. واتجهت للدراسة؟ اتجهت للدراسة او بالاصح العمل. في شركة يعني؟ توظفت في شركة السعودية للكهرباء. ما شاء الله. تعرف بعض المدراء ما كورة ها؟ ما يبي غيابات، استئذانات، سفر، مباريات برا وذا. وكلتها؟ خيرني بين النادي او بين الشركة، فاضطريت اختار الشركة. يعني العمل كان اهم بالنسبه لي، يعني ما كان في احتراف، ما في لا في احتراف، ادينا الشركة. الحمد لله زين يعني. والان حاليا بعد فترة كذا سنتين لعبت مع النهضة سنتين بعد. حلو. على ايام عادل المجنون، ماجد الهملان مجموعة عصرت نجوم يا ابو حسن. ما يحتاج. فبعدين حاليا يعني حاليا في نادي الخليج إداري في الفئات السنية. ماشي زين. والحمد لله الأمور طيبة، ما زلنا في الرياض. الآن ما شاء الله درجة ناشئين ممتاز الآن. صحيح. ما شاء الله. ممتاز الحمد لله. الله. كيف الاستقطابات عساها طيبة إن شاء الله؟ والله طيبة الحمد لله، يعني لاعبين الحمد لله، يعني تمكنا من جلب لعيبة 2009 2008. شفت التجارب برا في الرياض كان؟ نعم سوينا تجارب في الرياض، سوينا في جدة الحمد لله، يعني استقطبنا كم لاعب الحمد لله رب العالمين. الأمور طيبة الآن، باقي تقريبا شهر على بداية الدوري، والاستعداد إن شاء الله طيب بإذن الله. طبعا تعرف أنت حتقابل ما شاء الله في الدوري فرق زي نادي الهلال، نادي الاتحاد، نادي الأهلي. تكون تستعد يا أبو حسن الاستعداد قوي يعني. أكيد. طبعا أبو حسن الآن استعدادات الموسم باقي شهر يعني على بداية الدوري. وكيف الاستعداد؟ الحمد لله استعداد، يعني الطاقم الفني موجود كلهم. كابتن حسن شريف معروف، كابتن درب تقريبا 8 سنوات ما شاء في الله نادي الشباب، و3 سنوات في نادي الجبلين. ما شاء الله. مدرب من المدربين حقيقة مميزين اللي يعني إن شاء الله يكون إضافة يعني بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله. واستعدادنا الحمد لله طيب إن شاء الله، قادمين على مباريات ودية مع الاتفاق والقادسية. ما شاء الله. إن شاء الله بس يرجعون من المعسكر إن شاء الله خلال الأسبوعين القادم يكون عندنا مباريات معهم بإذن. طيب أبو حسن، موضوع البطولة ما شاء الله اللي هي زونا جول استحدثت بنظام دوري، أنت شو وجهة نظرك من هالبطولة أصلا؟ والله شوف، صحيح ان هي الفرق قليله، ولكن استفدنا منها ان احنا نكتشف لعيبه يخدمون النادي، وهذا فكرتنا فيها في البطوله، ان احنا نستفيد من لعيبه اللي ما ممكن يعني ياخذون فرصتهم في التجارب. الانديه والتجارب تكون يوم واحد تجارب كذا. إيه. تشوفهم في المباريات تكتشفهم افضل من التمارين او التجارب. فاستفدنا يعني من البطوله، وان شاء الله نكون في دوره قادمه باذن الله تعالى موسعه واكبر استفاده للجميع. لا هو ابو حسن فاحد يفكر بس يجي ياخذ كاس واخذ ميداليه. انا عارف ان التفكير مو بكذا. التفكير لا، انا كيف اكتشف لاعب استفاده اكيد. كيف؟ وانا شفتكم امس وقبل امس تسجلون يعني مع المدربين او صحيح. حاجه. طبعا ما راح نسال عشان الواحد ما حد في اختيارات كانت؟ في اختيارات تقريبا، في يمكن 3 إلى 4 حاليا
تم يعني اختيارها. ان شاء الله تكون ناجحه يعني ان شاء الله تعالى باذن الله. الله يعطيك العافيه. طيب وجهه نظرك انت يعني ليش المواهب قليله ابو حسن في المنطقه الشرقيه؟ وجهه نظرك يعني. والله شوف هي مش قليله، شوف ترى المنطقه الشرقيه فيها مواهب ولاده ولكن احيانا مع احترامي لبعض الانديه ما يعطون فرصه للاعب. يعني من اول يوم يجي جاهز، يبغى جاهز، يبغى اللاعب جاهز. يعني خلاص لا تقول لي انا اسس وما اسس، ما في بعض المواهب بالذات خصوصا الاعمار الصغيره هذه اذا انت ما تاسسه في حرام هذه الصغار. يعني انت الان اذا ما تشوفه خلاص تقول هذا من بدايه ما عندك كنترول عليه بعض الامور، ذا خلاص ما ابغى، لا ابغى واحد جاهز وتحطمه كذا خلاص انت ما تعطي فرصه بتحطمه مليون في المية. في بعض اللعيبه الانديه اي ابو حسن نعم. انه من ناحيه المدربين انهم يعني يكون يبغى جاهز. انا اقول لك يعني في لعيبه ما بتكلم عن اي نادي، لكن في لعيبه كانوا في انديه وجاوا تجارب وما اختاروهم، في انديه ثانيه اختاروهم والان بعضهم وصلوا منتخب. يعني كانوا يقولون الله هذا كان عندنا وهذا كان يتغنون يتغنون فيه، والان يبون يطالبون فيهم. فهي مشكله بعض المدربين، ما نتكلم عن الكل. يعني يعطي بس حق 10 دقائق يقول خلاص، بس بيشوف احيانا حتى مش بعد اللعبه، يشوف من لبسه يقول لك لا هذا من لبسه مش لاعب. بعض المدربين، وهذا اللي فعلا ترى يعني تشوف انت الاشياء هذه. اكيد مليون في المية. هذا اللي قاعدين نكتشفها في بعض اللعيبه، لكن الحمد لله رب العالمين في مواهب. وللامانه نحتاج من المدربين يعطون اللعيبه فرصه، لا يقول لي يوم ولا يومين. انا شايف في الخليج ما شاء الله انتم كم لكم الحين يوم تجربون؟ انتم شهر الحين. احنا يمكن شهر نجرب والى الان قبل الانديه. انتم قبل الانديه نستقطب. عندنا يوم السبت للمعلومه، عندنا يوم السبت تجربه اداء 2006 في ملاعب زد 5. اللي 2006 وحاب يجي بالعكس الله يحييه، وان شاء الله يعني نصيب في النادي. يعني انت ما قاعد تقفل، المفروض انك قفلت الحين خلاص. قفلت لان ما بقي شيء على الموسم، لكن ما زلنا تعرف ان في مليون في المية اللي يكون مسافر مسكين يكون ظرف، خصوصا في الاجازه دي بعض اللعيبه مسافرين. بس انتم اول نادي بديتوا في المنطقه الشرقيه باستقبال المواهب. احنا من شهر ونص بدينا، من بعد نهايه الموسم العام الماضي بدينا بتجارب. يعني هذا قصدك ابو حسن اللي يبغى يشتغل ويبغى يقوي فريقه. طول الموسم. الله يعطيك العافيه ابو حسن، وشاكر لك على الحضور يا ابو حسن. وش تقول عن دلتا؟ شكرا لك. دلتا غنيه عن التعريف. انصح جميع دلتا فيها امور كثيره. اتمنى من الجميع اللعيبه يستفيدون من المركز، لانه راح يعطيهم خصوصا في النظام الغذائي، فيتامين سي للتغذيه لامور كثيره. اتمنى يزور دلتا وان شاء الله يشوف الخير. يعطيك العافيه ابو حسن، وشاكر لك يا ابو حسن. شكرا لك يا ابو ساره.